البيزمنت ايه والارضي ايه وفي الدور الاول ايه؟ احنا الارضي كان كده كده فيه اللي هو الدور الطبيعي اللي هو بيبقى فيه مثلا اوضه مكتب وحمام الضيوف، وبعد كده الريسبشن والدايننج اللي هو الدور بتاع الضيوف. الدور الاول بيبقى فيه اوض النوم، وكان البيزمنت في الاول كان مستخدم ان هو خدمات. بس احنا كان الكلاينت ليه متطلبات اكتر من ان هو بس يبقى خدمات، هو محتاج فاسيلتيز تانية زي مثلا جيم، عايز يعمل اندور سويمنج بول، عايز يعمل هوم سينما، عايز يعمل يوجا روم. فالمتطلبات دي هي اللي ابتدينا نحطها في البيزمنت، وزودنا عليهم ريسبشن كبير قوي بدايننج اريا او بمنطقه ممكن تبقى تنفع في تجمع في حفله، وليها اكسس اندور او دور، يعني ينفع يفتح الازاز من جوه يطلع لبره او يستخدم المكان كله على بعضه. فزود وحطينا غرف للضيوف وحطينا الخدمات كمان معاها تحت. فبقى عندك ممكن نشوف الصور بقى بتاعت الدور الارضي بتاعت البيزمنت، الصور بتاعت البروجكتس واحنا بنتكلم. تمام. وبعدين والدور الاول بقى فيه البيدرومز. بالظبط. هو كده كده كان في البيدرومز طبعا، بس يعني احنا عدنا ترتيب الحوائط تاني وتوزيع الفرنتشر بناء على طلبات العميل. وده كده شكل ده شكل الانجليش كورت اللي احنا فتحناه. ده يعتبر ما كانش موجود، يعني دي حاجه ما كانتش موجوده في البيت. وانت عارف دايما انت البيوت بتجيلك شغل الانتيرير عامه الحته المعماريه فيه قليله هنا في مصر. لان يعني دايما بيبقى فيه مطورين عقاريين بيبنوا، بيبقى فيه نموذج معين انت بتخش تشتغل جواه، وبيبقى صعب او تقريبا شبه مستحيل انك تعدل في واجهات او تعدل في اركتكتشر او كده. فطبعا لما بيجي لنا مشاريع زي كده الواحد بيبقى يعني بيستمتع وهو شغال فيها. ده كده الليفنج روم اللي هو تحت بالظبط، ده الانجليش كورت، وده الكوريدور اللي حوالين الانجليش كورت اللي موصل الاضاءه للفراغات كلها. ف يعني طبعا احنا هنا الستايل معمول بناء على الطلبات بتاعه العميل. كل طبعا واحد بيبقى ليه انت فاهم المود بتاعه والستايل بتاعه. بس احنا برضو طبعا بما ان البيت كبير قوي فانت صعب تمس يعني، او مش صعب يعني انت معاك حريه انك تعمل كذا ستايل في البيت. يعني ممكن يبقى البيزمنت مثلا بستايل، وممكن يبقى الدور الارضي ممكن يبقى سنه مثلا نيو كلاسيك لان هو ده الدور بتاع الضيوف والاستقبال. ممكن اوض النوم تبقى كل اوضه بستايل حسب بقى في اطفال ما فيش يعني. فالمساحات الكبيره دي بتديك فرصه برضو انك ممكن تنوع في الستايلز عامه يعني. دي غرفه اليوجا. دي اليوجا روم دي برضو بص على الانجليش كورت اللي هو منور اللي داخل له تهويه. فكل الفراغات تقريبا اللي في البيزمنت يعني متهويه، مش هتحس انك في بيزمنت. يعني هي دي اللي كانت حلاوه المشروع. ده مثلا الاندور سويمنج بول هتلاقيه منور من هتلاقي فيه احنا عاملين سكاي لايت على الشمال وفي زرع تحتيها، فمديك احساس برضو الخضره مع الميه. وفي نفس الوقت برضو هتلاقي فيه سكاي لايت فوق الاندور سويمنج بول نفسه بشلال ميه نازل. تحفه. كل ده ما كان مش موجود. فطبعا دي من المشاريع اللي انا يعني فعلا استمتعت وانا شغال فيها، لان فيها تحديات وفيها عارف افكار جديده وانت عايز تخلق حاجه جديده. على عكس لما يبقى معاك بروتوتايب معين انت داخل بتشتغل جواه ما تقدرش تعدل حاجه، اخرك بتعدل في الحوائط الداخليه يعني.